السلام عليكم. من يومين بالظبط جاب راجل الطيب ده لفانكوفر هنا، وانا ما كنتش اعرف حقيقي ولا حاجه، بس النهارده كنا في تجمع كنا بنعمل فيه كشري، جايبين كشري مصري، لقيت الراجل ده موجود مع حد من صحابنا القدامى، فيعني عايز بس يعرفنا بنفسه كده وايه اللي جابه فانكوفر. وطبعا انا اول ما شفته بقول له انت بتدرس ايه، فطلع بيدرس حاجه من الحاجات اللي انا على طول بنصح ان الناس تدرسها. فتعالى كده مع بعض نتعرف على الراجل الطيب ده، احكي لنا كده قصتك بعدين. انا اسمي احمد علي وجاي من مصر. على اسم اخويا برضه، انا اخويا برضه بالظبط. انا مهندس اتصالات في مصر، شغال في المصريه للاتصالات، وجيت هنا فانكوفر لانجارا كوليدج تمام على البروجرام بوست جراديويت دبلومه داتا اناليتكس. حلو قوي. سمعت عنها منين البرنامج ده؟ سمعت عنها، انا عارف انت طبعا عندك اكاديمي على طول بتعمل لا غيري انا يعني انت ايه اللي خلاك تدرسها؟ يعني ايه اللي خلاك انا عندي باك جراوند بالكارير ده، وكنت بدرس شويه حاجات في مصر في جامعه النيل وكده. حلو قوي. لما جيت افكر اجي كندا عن طريق الدراسه، فحبيت اكمل في نفس ليه ما جيتش عن طريق الهجره؟ انا سني اولموست 40 سنه، فالموضوع والفرنش وكده فيبقى صعب بالنسبه للاكسبريس انتري وكده. فيعني لقيت ان طريق الدراسه هو الاقرب بالنسبه لي او المناسب ليا اكتر. طيب تلاقي ناس كتير بتسال بقى عرفنا كل حاجه، دفعت كام، والموضوع سهل ولا صعب، والفيزا سهله ولا صعبه؟ احكي كده على تجربتك اللي انا عارف الناس كتير بتمر بيها، وبتبقى طبعا بالنسبه لناس كتير موضوع مرعب شويه. ايوه طبعا التجربه بتبدا بالايلتس. الايلتس لازم تميت الستة ونص او السبعة على حسب البروجرام اللي انت بتارجته، تشوف الريكويرمنت بتاعت الجامعه ايه. تمام. انا طبعا ذاكرت الايلتس وجبت 7 الحمد لله. دخلت من اول مره ولا دخلت كذا مره؟ دخلت من اول مره. طب الحمد لله، دي حاجه مش بتحصل على طول، الحمد لله. بس انا خدت فتره تحضير كبيره شويه عشان يعني ما اخدش وقت في الامتحانات. حلو جدا. بعد كده بعد الايلتس طبعا رسلت الجامعه وبعت لها الورق بتاعي ترانسكريبت وقدمت على الدبلومه. خدت وقت قد ايه في البروسيس دي كلها من ساعه ما بدات؟ الاكسبتنس بتاع الجامعه حوالي خد 3 شهور يعني قعد وقت كبير جدا، لان هم قالوا لي ان هم عندهم هي لانجارا من الجامعات اللي بقى لها فتره طويله بتطول شويه، لان البرنامج نفسه هتلاقي تكلفته قليله. تكلفه البرنامج كام؟ 18. اوكي، لا مش قليله قوي يعني. قليله، لا هي مش هي مش قليله، بس هم عندهم ضغط كبير جدا، وكنت ببعت دايما ايميلات وكده فبيردوا عليا ان هو في اسئله كده من ورا الناس بتسال هنا. ايه السؤال لو سمحت؟ يعني كام سنه البرنامج ده؟ كام سنه البرنامج؟ 2 سنين. اوكي، وبتطلع تعمل ايه بعد كده؟ بتشتغل في كذا. انا اتكلمت عليه البرنامج بالتفصيل، بس انا عايز عشان اشوف حد لسه جاي من يومين. بس يا حبيبي، بس يا جماعه، السلام عليكم. معلش انا اسف، دول بنات يلعبوا قولوا احنا مش عايزين. كنت عايز اعرف حاجات الفيزا سهله ولا صعبه الفيزا عشان تاخد الفيزا؟ بعد الاكسبتنس بقى طبعا بنحضر الورق بتاع الفيزا حوالي ردوا عليا 3 شهور ونص. حضرت لوحدك ولا كان معاك مكتب او شركه؟ قدمت لوحدك، يعني الموضوع سهل ممكن تقدم لوحدك. بعد السنتين اللي هم الدراسه دولت بيكون في ورك بيرميت لمده قد ايه، ولا في ولا لا؟ في ورك بيرميت لمده يعني من 2 ل 3. تمام، حسب مده الدراسه، حسب ما الاوفيسر يعمل اسسمنت، بس المفروض ان هي مينيمم 2 سنين. طب كان في سؤال، انت سنجل ولا مارد؟ عشان انا مارد وعندي ولدين، وجيت هنا لوحدك في مصر، وجيت هنا لوحدي طبعا، وقدمت على اساس ان انت جاي لوحدك، وقدمت على اساس ان انا جاي وبعد لوحدي. كده هتبتدي بقى تجيب كل المصريين اللي هنا اهلك بيسالوا اوبن ورك بيرميت، هتجيب بعد كده ان مراتك. شاء الله هقدم للاولاد، بس طبعا لما يعني انرولد في الدراسه والدنيا تبدا تمشي معايا، ده ممكن يبقى سبب مقنع اللي هو جه اخد الفيزا عشان ليه روابط في مصر. على طول بقول لازم تحاول تسيب لحد في مصر. اول حاجه عملتها لما وصلت نزلت من الطياره عملت ايه؟ دخلت على المكتب الاميجريشن. ليش بعدها اول ما طلعت وشفت كندا الحقيقيه اول حاجه؟ لا بدات بقى. حد جاب لك تيم هورتنز؟ دبل جرب دبل تاني يوم. لا مش تاني، يعني انت طلعت من المطار على الموضوع ده مهم. طب كان في سؤال برضه الناس كانت بتسال، جبت منين فلوس كندي في مصر؟ كندي سهل انت تروح البنك تجيب فلوس؟ احنا مش عايزين نتكلم في اي حاجه ليها علاقه بالفلوس في مصر، خلينا نتكلم. لا هي عموما يعني بغض النظر عن النقطه ديت، هي الفلوس الكندي في مصر اصلا شبه نادره او مش موجوده اصلا. مين ولا يعني انا رحت البنوك للبنك
واهلي علشان خاطر بتطلع حواله وبتطلع يساعدني في فاهم تحويل إنك- مصاريف الدراسه، ودي حاجه ليجال وموجوده. آه. قالوا لي ما عندناش العمله دي اصلا. بتحولها دولار ولا بتعمل ايه؟ اه اوكي حولتها دولار امريكي. دولار امريكي طبعا. طيب وقعدت ايه؟ قول لنا كده سريعا كده قاعد بكام ولا لسه ما لقيتش سكن؟ المفروض ما لقيتش سكن. لقيت لا لقيت لقيت سكن. سكن؟ كان طبعا احمد رمضان عامل معاك واجب، عامل انا قعدت معايا- اطلب منه لاخويا بس ماشي مش مشكله. لا ساعدني طبعا لما جيت هنا. انا قاعد في ريتشموند. تمام حلو. ريتشموند دي مكان مدينه في يعني في الجريتر فانكوفر اريا، مكان لطيف جدا كده يعني، فحلو كويس. قاعد بكام تقريبا؟ تمام قاعد ب 700. ما شاء الله حلو. لسه بقى شرب واكل بالظبط، وبتاع. لسه بقى المصاريف اللي هي الاكسبنسز. دي حياه الطالب اللي هيدفعها يعني حتى الان. أسئلة طيب تانية يا جماعه. انا الراجل قبل ما- كطالب هينفع اشتغل اثناء دراسه السنتين ديت ولا لا؟ السؤال ده جاوبناه بس تقريباً السؤال full ده- time. هو اللي لا جاوب لا عليه. يجاوب عليه برضه. تعال. احنا هنا في كيوت، لا مش مشكله في الكيوتي، في عنكبوت. في تعالى بس تعالى ما تخافش عشان نخلص، ما تخافش حسن، تعالى في- نعمل له زوم. تعالى تعالى. في سبايدر أوكي. سبوتد هنا يا جماعه. طيب دلوقتي عشان بس الراجل ده هيتوكل على الله دلوقتي، احنا بس يعني حابين يعني نتمنى لك التوفيق في كندا، وهي تجربه يعني ان شاء الله تبقى مثمره في الاخر، بس فيها تحديات كتير. وبالنسبه لاي طالب دولي جاي يدرس الموضوع فيه تحديات كتير في الاكل والشرب والانتقالات والمصاريف وكل حاجه، بس ان شاء الله ربنا يوفقك كده وانت يعني على دهب وزود مصريين اهمت. ومبسوط اني شفتك كتير. كنت بتقول لي حاجه ان انت كنت هتعمل فيديو معايا وحد قال لك تعمل فيديو ولا ما بتعملش حاجه؟ ولادي في مصر لما عرفوا ان انا هقابل حكم النهارده موصيني ان انا اعمل فيديو معاه، وبيقولوا لي يعني احنا طبعا نايمين دلوقتي، فبيقولوا لي هنشوفك على السوشيال ميديا. قلت لهم والله على حسب ما هو بقى يشوف. والله سبحان الله يعني انا اصلا بقول له اعمل فيديو، بيقول لي ده انا بيقولوا لي، قلت لهم استحاله نعمل فيديو مع بعض. انا اولادي أول قاعدين مرة. مستنيين ان هم يشوفوي في الفيديو مع حكم، مش هيطمنوا عليك. متاكدين ان انا تحب تسلم على اي حد في مصر غير ولادك؟ لا اهلك او اي حاجه؟ طبعا طيب. طبعا. يلا فرصه اشوفكم على خير يا جماعه مره ثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا يا احمد، نورتنا. الله يخليك.